بعد التبليغات الكثيرة على صفحتي يبدو أنها فعلا أتت أكلها، وحققنا نوع من الأهداف في إيصال رسالتنا وفي التحذير من خطر العياش الذي يتهدد المغرب وكل منطقة شمال إفريقيا. فكثير من المغاربة اللي راهم يسمعوا فيا الآن والعياش اللي رايحين يبلغوا على البث نتاعي ودزوا رجليهم في الحيط، عندي أربع حسابات أنشر فيها نفس الشريط على مستوى 4 صفحات، ودزوا رجليكم في الحيط ماشي مشكل. فخلينا نتحدث مع الجزائريين الأحرار. فبعد ما قلت لكم أنهم داروا لهم قفة الذل، وأمر الملك بإعادة تسمية كل الأحياء اليهودية في مدينة مراكش على أسمائها الأولى اليهودية، والإفطارات الجماعية تمهيدا لصهينة الزوالية واستغلال الجوع نتاعهم. ونحن رأينا كيف في بداية رمضان قام مجموعة من اليهود معهم طفل صغير بزيارة المدارس اليهودية، واصطف التلاميذ المغاربة كي يأخذوا هدية من اليهودي ولابس الكيبوسة تاعو. فالمغربي يصطف واليهودي يمنع. هذه هي الرسالة التي أراد أن يبلغها ابن محمد الخامس، اللي الوالدة تاعو يهودية واللي زوجته من يهود فاس، أيضا يماها يهودية من يهود فاس. كل العائلة تم تهويدها المالكة لكونسيين تاعو. المهم، واليوم تم الإعلان على أنه كل الصفقات التي تجري في المغرب عليها أن تسدى إلى اليهود. فهمتوا وين جا وصلت الأمور؟ بلا ما نحكوا على الزراعة التي سيطر عليها الهولدينج الملكي التابع إلى شركات إسرائيلية. عيني عينك، الأفوكادو اللي تابع إلى شركة إسرائيلية واقتراح إسرائيلي ومخطط إسرائيلي أنهك المياه في الأراضي المغربية. الأراضي المغربية تم استهلاكها بالمواد العضوية. فأينما تكونوا يولى عليكم. هذا هو الاقتراب من الصهاينة، ونجاه راح يوصلكم يا إخواني المغاربة. نفضوا على أرواحكم، نظفوا أرواحكم، راكم رجعتم مضحكة التاريخ. وقريبا كما قال مظفر النواب ستصبحون أنتم يهود التاريخ. احذروا أيها المغاربة، ستصبحون أنتم يهود التاريخ. وإن غدا